اشطر حد يعلمك ماركتنج في مصر هو بيجي على القطر. لو فعلا عاوز تتعلم ماركتنج اركب القطر، وده لانه بيستخدم مهارات رهيبه بتخليك غصب عنك تشتري الحاجه بتاعته، ان شاء الله حتى بعد كده ترميها. ومش هقول لك ان هو بينقي شويه كلمات احسن من الشعر، لدرجه انك انت لو في القطر ونايم او ماسك حاجه من غير تفكير هتتعدل وتسيب الحاجه وتكتف ايدك وتسمع له. ولا هكلمك عن طريقه عرضه للمنتج بتاعه وازاي بيلزقوا هنا وبيعلقوا هناك والحركات الجامده دي. انا مش هكلمك عن العظمه دي كلها، بس اسمح لي اكلمك عن التركايه الجهنميه اللي بيستخدمها البياع العبقري ده بعد ما بيعرض المنتج بتاعه، وهي توزيع الحاجه اللي بيبيعها على كل الركاب اللي في عربيه القطر ده حتى لو مش هتشتري. وركز لي على اللي مش هيشتري ده لانه هيخليه يشتري. الخباثه هنا انه حرفيا بيرمي لك المنتج في حجرك وبيقول لك يا اخينا اتفرج عليه، يمكن تراجع نفسك او تقلبها في دماغك، يمكن في الاخر تقتنع او تشتري. انت ساعتها اصلا هتبقى اقتنعت بدرجه 70% انك خلاص هتشتري، يعني لسه فاضل 30% عشان تقتنع 100% او تشتري. سهله. هو وراجع هيلم الحاجه اللي وزعها على الركاب، اللي هيشتري منه مش هياخد منه الفلوس ويحطها في جيبه، لا يا باشا، هو هيمسك الفلوس ويرفعها ويقول اول 50 جنيه وصلوا على النبي، واثنين تاني ب100 هنا وصلوا على النبي. الناس كلها اشترت، خير كتير يا رب. وده علشان يقول لك الناس كلها هي اشترت، الناس كلها حابه الحاجه، ما تضيعش على نفسك الفرصه يا غبي. ويشرفنا اقول لك انا كنت من ضمن الاغبياء دول. انا فضلت اسافر بالقطر سنه وعمري ما اترمت حاجه في حجري الا واشتريتها. وده مش عشان الحاجه حلوه الاصليه، ده علشان بياع القطر للناس بتتريق عليه فاهم وبيعرف يروج للمنتج بتاعه اكتر من ناس مع شهادات في الماركتينج، واللي عاوز يقول اي حاجه يقولها. انا مش هقتنع غير بكده. حبيبي والله يا ابو عمو، والله تاخد لك كيس